الحكم مارشينياك يعترف بخطئه بعدم طرد ميسي في مباراة الجزائر والأرجنتين. صدم الجميع. انظر ماذا قال. لكن في البداية، وإن كنت تتفق أن الجزائر كانت ستفوز بنسبة كبيرة لو تم طرد ميسي من المباراة بعد أن قام بإصابة عيسى مندي، فاضغط لايك واشترك في القناة. خرج أخيرا الحكم مارشينياك ليبوح بمكنوناته بعد مباراة الجزائر والأرجنتين، وسألته الصحفية: سيدي الحكم، جميع العالم شاهد لقطة اندفاع ميسي نحو قدم عيسى ماندي مدافع الجزائر الصلب، وقام بإصابته بتدخل عنيف من جانبه، وأنت لم تفعل شيء وضحكت وكنت ستخرج البطاقة الحمراء ثم امتنعت عن ذلك. هل من تفسير لما حدث؟ فرد مارشينياك: نعم، المباراة كانت صعبة وفيها تدخلات عنيفة، وللأسف ميسي أخطأ بإصابة ماندي. كنت سأخرج له البطاقة الحمراء، لكنني رأيت وميضا في عينيه عندما اتجهت نحوه، وكأنه يقول لي: سيدي الحكم، أقسم أنني لم أتعمد إصابة لاعب الجزائر، وإنه المونديال الأخير بالنسبة لي، فهل تغفر لي خطئي؟ نظرت في عينيه وكنت سأشهر البطاقة، لكن في اللحظة الأخيرة توقفت عن ذلك. إنه لاعب أسطوري، وهذا هو المونديال الأخير بالنسبة له، وهو على مشارف الاعتزال، فلما أطرده؟ لقد امتنعت، ولو كان أي حكم في مكاني لفعل ما فعلت. في الحقيقة لو طردته لفازت الجزائر على الأرجنتين، لأن الأرجنتين ستلعب منقوصة، وستكون الكلمة الأخيرة لمنتخب الجزائر. يا لها من ورطة! لقد كان خطأ قاتلا مني. أعتذر لجماهير الجزائر الحبيبة عن هذا الخطأ، لكن كل ثقة بأن تتأهل الجزائر وستكتسح الأردن في المباراة القادمة بسباعية نظيفة، وستظهر لهزيمتها من النمسا قبل سنوات طويلة، وستهزمها أيضا وتتأهل في المركز الثاني لتلاقي المنتخب الإسباني الذي سيتأهل بدوره. وأتمنى أن تمر الجزائر إلى الدور الثمن النهائي والربع النهائي والنصف النهائي، ولم لا النهائي.